في سؤال جاني، بنوتة بتقولي هو بيقولي استنيني، انا كده كده هرجع. بس انا فهي بتقولي هو بيقولي كده عشان هو في الفترة دي حاسس ان هو محتاج يرتبط او يعمل علاقات تانية، بس هو كده كده راجعلي وبيقولي استنيني اخلص فترة اللخبطة دي في حياتي وهكون موجود معاكي يعني. وايه تاني، وانه في الفترة دي لا ما ينفعش انها ترتبط او تصاحب او تعمل حاجة من القوانين اللي هو حاططها ليها يعني. فهو هيروح يعيش حياته ويخلص فترة اللخبطة وبعد كده هيرجع ان شاء الله في اقرب وقت يتجوزها. فهي بتقولي اعمل ايه؟ فانا هقولك تعملي ايه بالظبط. تروحي تطلبي منه سق العبودية، يعني تشوفي يعني المفروض تدفعي كام عشان تاخدي منه سق العبودية اللي هو واخده، وتعرفي هو استعبدك امتى يعني. كان الختم بتاعه امتى او مدته قد ايه. يعني ايه اعمل ايه؟ انا والله حاسه بيكي جدا وحاسه انك متعلقه وحاسه ان ان قد ايه انت بتتعذبي. بس خلي بالك ان العلاقه دي عشان تيجي تسالي سؤال زي ده هي حطتك في موقف انه زيرو استحقاق، زيرو ان انت حاسه بانوثتك، زيرو ان انت حاسه بكيانك. كانه هو اخر واحد في الدنيا. ليه عشان ايه انا اسيب نفسي حد يقول لي كده اصلا؟ ليه هو يروح يعيش حياته بالطول والعرض وانا اقعد استناه؟ من قله الرجاله؟ ما خلاص خلصوا، مش هقدر احب تاني، مش هقدر ارتبط تاني. لا انا بقولك هتحبي وترتبطي. انت عندك مشكله في التعلق وممكن تكون مشكله في تشوه صورتك لذاتك اللي يخليكي تقبلي علاقه زي دي. انا مش بحب اهاجم في الفيديوهات وانا مش بهاجمك، بالعكس. انا هنا بفهمك وبفهم اي بنت اتحطت في الوضع ده. اللي انت فيه ده مش حب، اللي انت فيه ده تعلق. نتيجه العلاقه دي هتطلعي منها متدمره نفسيا ومشوهه نفسيا، ومع اول كلمه حب وتقدير هتروحي العلاقه ممكن تبقى اسوأ، لان انت حاسه ان انت هنا متهانه قوي. فاي حد هيديكي كأنه واحد ماشي في الصحراء عطشان واول بق ميه هيروح مرمي عليه. فممكن تبقى من علاقه اسوأ لاسوأ لاسوأ وتشوفيه هو عايش حياته بعد كده، فتقول يا رب انت يعني هو انت كافئته وانا اللي عامله، وانا اللي حياتي انتهت. لا، هي حياتك ما انتهتش، هي طريقه تفكيرك اللي لو فضلت كده ممكن فعلا تضيعي سنين طويله من عمرك. كان معاكم دينا البكري.